صلى على الحبيب خلى قلبك يطيب. جايب لك بقى السابة اللي ما بقتش موجودة، او لو لقيتها برضه هتدفع فيها فلوس برضه. انا يعني الحمد لله هي قطعة واحدة، موجود قطعة واحدة العرض على قطعة واحدة، هي اللي موجودة مفيش غيرها اصلا. تمام. لان كان عندي كميات الله اكبر وطلعت الحمد لله والفضل لله. موجود اخر قطعة السابة اللي مختوم على المسكة بتاعتها، اللي هو الفورنيه قعر كوباية المحترم. البوصة الله اكبر، دي القفلة بتاعتها متر. القفلة بتاعتها متر. البوصة دي معظم اللي كان بياخدها اخواتنا في ليبيا بيشتغلوا بيها كاست على على القاروص. تمام. بيعشقوا البوصة دي. السابة 3 متر و60. 3 متر و60. بقول لك ايه، عايزك تتفرج بس على تحميل الكربون. البوصة دي كربون ووزنها خفيف جدا. بص لي كده على تحميل الكربون قد ايه، داخل على السنتي. الله اكبر. كربون ووزنها خفيف ومحمله جدا. الله اكبر. من الخامات اللي من بيت يعني، بص الحاجات المحترمه. البوصه دي الدبل بتاعتها فوجي. المواصفات بتاعتها من عند المساكه، من عند الكعب لحد المساكه 50 سم، يعني مواصفات السيرف كاست. بس البوصه دي علشان كربون ووزنها خفيف تشتغل معاك كاستنج بالرابلات اللي هي الخفيفه كلها. تشتغل معاك كاست بالربلات اللي هي الخفيفة كلها، وتشتغل معاك فلة وتصد معاك على سمك زي ما انت عايز. بص لي كده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. من الحاجات اللي هي المحترمة. بص انا عامل ايه في اللبلوب. اللبلوب بس اللبلوب فيه جرايتين. تعالى لي هنا بقى اللي خلى البوصة دي مدرسة في شغل الكاست وشغل الفل دي. تشتغل معاك عزب وتشتغل مالح. ها، تشتغل عزب وتشتغل مالح. اللي خلى البوصة دي مدرسة انها آه، اللبلوب عليه جرايتين، وكل عقلة فيها جراية. مدرسة يعني الحمل بتاعها متوزع مظبوط صح. يعني عندك كل اللي فيها ادي الكعب، والعقلة اللي بعده، العقلة اللي بعده عليها جراية اهي. بص لي كده، عايز اوضحها لك. الكعب هم كلهم على بعض 4 عقل. 4 عقل جاي لك. عارف يعني ايه 4 عقل؟ يعني اللبلوب عليه جرايتين. بص لي كده، عايز ابين لك اهو. ادي 1 2 على اللبلوب. خش بعد كده على الصدر. الصدر اهو ادي 2. ادي عليه جرايه. عليه جرايه. تمام. خش على العقله اللي بعده اللي هي التالتة، عليها جرايه. تمام. وادي الكعب. معنى ان عدد العقل قليل وعليه جرايات كله، تعرف ان البوصه دي مدرسه. ان هي متوزع الحمل بتاعها صح. ان هي تصد معاك على سمك زي ما انت عايز. تمام. البوصه معروفه مش محتاجه كلام كتير، بس انا بشرحها عشان لو حد اول مره يشوفها. البوصه دي من الشغل المحترم جدا جدا جدا. انت لو رحت لو لقيتها النهارده محدش هيفرط فيها بكلام فاضي. لا انا هطلع لك النهارده هي حته واحده 300 جنيه بس. رزق صاحب نصيبها. الدبل بتاعتها فوجي، يعني حاجه هتعيش معاك. تمام. 300 جنيه رزق صاحب نصيبها.